أوجهها كلمة من القلب والله إلى شباب نرى صورهم مع الحوثيين، يحملون السلاح مع الحوثيين، زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، خدعوهم بشعارات ظنوا أنهم بها ينصرون الإسلام ويجاهدون. أقول لهؤلاء الشباب: يا ولدي، يا ابني، هذا بلدك واليمنيون أهلك، لا تكن ذراعا وخنجرا لدولة صفوية رافضية تستعملك لتحقيق أغراضها وطعن أهلك، تقتل في سبيل عز ملال الفرس. يا ولدي، انجو بنفسك، هي روح واحدة سيسألك الله عنها. من قاتل تحت راية عمية لا يدري يقاتل لأجل ماذا، ما النتيجة من قتاله، فقتل فميتته جاهلية. إن دولة الفرس تعاملك مرتزقا، لا يهمها نجاتك ولا مصيرك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. انظر لقتلاها اليوم في بلاد الشام الذين جاءت بهم من بلاد حول إيران، جاءت بهم ويتبنون مذهبها وزجت بهم لقتل أهلنا في الشام، فلما قتلوا لم يلتفت إليهم وصارت تمر بهم الكلاب تأكل من أجسادهم. أما من قتل من أصحابهم فهو يكرم ويعاد ويحسن إلى أهله، وهؤلاء لم تلتفت لهم. يا ولدي، اربأ بنفسك، أنت عربي وابن عرب، تاريخك تاريخ مشرق كتاريخ أهلك اليمنيين، فيه عز وشجاعة ومروءة، ليس تاريخا عاديا. لا تدنس نفسك بقتل أهلك، لا يليق بك أن تبذل روحك تحت راية تسعى لنشر الضلال وتحارب التوحيد والسنة.